هنا كده دي البوابة بتاعت حورس، او ده مدخل حورس، ده كومباوند حورس هنا، وده سكن مصر الداون تاون، وده الطريق بتاع حورس اللي بيدخلك على عماير المشروع اللي موجودة في الاخر هنا كده. ده طبعا المدخل ده عليه شغل بيتجهز علشان يتم الانتهاء منه. ده مدخل حورس زي ما احنا شايفين، وادي طريق الواحات، وده مدخل طريق حورس. اما اللي قدامنا بقى ده كده ده المدخل الرئيسي اصلا لمنطقة ابن بيتك السبعة وال41 عمارة. ده الشارع اللي فيه كومباوند حورس اللي على يميننا، واللي على شمالنا ده سكن مصر الداون تاون، وده المدخل بتاع حورس اللي بيدخل على المشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الإعلان ال14 وال15 مدينة حدائق 6 أكتوبر، ده كده بداية تشطيب أولى العماير وبداية تشطيب الواجهات الخاصة بأولى العماير. زي ما احنا شايفين كده حاجة جميلة ما شاء الله، ولسه ان شاء الله كمان لما تخلص هيكون الوضع مختلف تماما. هنخش دلوقتي شقة تاني من داخل العمارة ديت علشان نتفرج على النموذج الأمامي والنموذج الخلفي الخاص بالعمارة ديت. طبعا زي ما احنا شايفين لازال في عماير كتيرة لسه تحت الانشاء. احنا بقالنا كتير ما جيناش المكان وصورنا، يمكن داخلين في شهر، ولكن خلال الشهر دوت سير العمل بطيء جدا في العماير بصراحة. يعني مش ملموس اي تغيير كبير بشكل كبير. العماير يكاد يكون العمل ضعيف وفيها في الشهر اللي فات عن باقي الشهور لما كنا بنيجي بنصور وكنا بنشوف فيه تغيرات كبيرة زي ما احنا شايفين كده. يمكن المنطقة ديت من أقدم المناطق اللي ابتدت فيها الشغل في العماير. برضو فيها عدد من العماير تم تخليص يعني الواجهات بتاعتها كمحارة، ولكن كتشطيبات نهائية لسه المنطقة دي فيها شغل. بس حجم الإنشاء برضو هنا بقدر كبير بيتحسن، طبعا تحسن طفيف، ولكن في تحسن وفي شغل في المنطقة دي بشكل كبير أوي. ده كده الشارع الموازي للمشروع، لان طبعا في ناس كانت حابه تشوفه وحابه تسال الطريق عامل ازاي. دي عماير الاسكان الاجتماعي ال41 عماره اللي في خلفهم مباشره المشروع الاعلان ال14 والاعلان ال15، واللي على يميننا ده منطقه ابن بيتك المنطقه السبعه. الطريق ده شغال رايح جاي، بس هو اصلا في حاره تانية الناحيه التانية لازال فيها شغل. فده كده حبينا اننا نوري حضراتكم يعتبر الشارع الرئيسي اللي بيخدم المنطقة زي ما احنا شايفين. اللي على يميننا ده ابن بيتك المنطقة السبعة، واللي على شمالنا ده 41 عمارة، واللي خلفها على طول يقع